السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا، وحبيت اصبح لكم كده على الواد الصغير ده، يعني هو اللي يصبح عليكم بدري بدري كده. بصوا، شفتوه واخد المفتاح وماشي وبيجري قدامي رايح على المزرعة. رايح فين يا ابني؟ واخد المفتاح وبيجري. انا وهو صحينا بدري جدا جدا، فما كانش في حد يقعد معي. قلت يلا بقى انزل يا ابني قدامي كده. هو اصلا بيمسك المفاتيح ويجري بيها على اي عربيه، على اي مكان، وعايز يفتح عربيه اي حد عادي، على اي محل مقفول ياخد المفتاح ويجري عايز يفتحه. مش عارفه بقى هيشتغل ايه ده. وصلنا كده المزرعه، وبعد شويه بعد ما فتحت على الكتاكيت بتاعتي وفتحت على الطيور، لقيت رؤى جايه. صحت من النوم وجت ورايا على طول. انت جيتي؟ قالت اه انا جيت. قلت لها امسكي اخوكي بقى، لان الواد عمال يسرح رايح جاي كده وملوش كبير يعني. كان بيمشي فباخد منه المفتاح، لقيته بيقول لي قبح قبح يعني شيليني قبح. فشلته، قلت له طب ادي الناس بوسه، عارف ان التليفون بيصور. عايزني اشيله عشان يبص اصلا في الكاميرا يعني. بيديكوا بوسه وبيقول لكم باي باي وامشي يعني انا ماشي خلاص. المهم بقى وصلنا هنا قدام المزرعه كده، عملت الاكل على السريع. طبعا ما كانش في حد يصورني وانا بعمل الخلطه بتاعه البط. رؤى جت بعد ما انا خلصت، يمكن كان بعدها بساعه ولا حاجه. فضلت انا والواد الصغير نقرب مع بعض في المزرعه. البط ده بقى انا ببيع منه دلوقتي، وتقريبا كده بعت نصه واكتر. هخلصه كده على خير، وبعد كده نبدأ دورة جديدة، بس هتكون مسكوفي بإذن الله. لأن المسكوفي من أفضل الأنواع اللي أنا بحب أربيها في الصيف. ليه؟ طيب عشان يا جماعة البط المسكوفي بيشيل وزن صيف شتاء، هو بيشيل وزن بط ملحم وبيشيل وزن. تاني حاجة بقى أكله مش كتير أوي، مش مفجوع زي البط ده، وما بيعملش صوت خالص. وتالت حاجة إن وزنه بيبقى عالي جدا جدا. البط ده تحطيه في الشتاء، لان اغلب الاكل بتاعه بيكون برسيم. البط اللي هو الشروفان او البيور ده، فاغلب الاكل بتاعه بيكون برسيم وخضار وكلام من ده. لكن احنا داخلين على الصيف خلاص، والحاله هتنشف ومش هيبقى فيه حاجه خضرا خالص. شايفين انا عامله له اكل قد ايه؟ سرسه ورده وعيش وعلف وبرسيم وحاجات كتير قوي. طبعا الطبق ده اصلا ما بياخدش معاهم غلوه، اللي هو اصلا بيتاكل في وقتها على طول. شايفين الذكر الاسود اللي رايح جاي ده مسكوفي ما شاء الله اللهم بارك. 5 كيلو و600. وبعت واحد تاني كان 5 كيلو و400. بعت واحد منهم، عايزه اقول لكم ما شاء الله كنت بايعه واحد معدل 500 جنيه يعني. فقلت اجيب شويه مسكوفي كده واربيهم، حتى اكل وطعم وكل حاجه فيه حلوه جدا. النتايه بتاعته بتبقى قد الدكر البلدي يعني. النتايه بتاعته عندي هوريها لكم، البيضه دي عامله 3 كيلو ونص. بصوا بقى، جيت بسرعه جدا يعني، مش بسرعه، هو انا ضغط الفيديو على قد ما قدرت ضغطته. لكن انا خلصت هناك اكل الطيور وخلصت وجيت سلقت المكرونه. وكان حبيبي عايز مكرونه بشاميل، قال لي يا ماما عايز مكرونه بشاميل. قلت له طيب مكرونه بشاميل، اصلا اللحمه رايحه في داهيه واسعارها يعني ما يعلم بها الا ربنا. فهنعمل ايه يعني؟ خلاص انا قلت له يا ابني هنتصرف، وهطلع صدر فرخه كده ونعمل بيه ما يجراش حاجه. اهي الفراخ احسن من اللحمه كمان. جبت صدر فرخه كبير ومسكته عصقته كده وعملته عصاق. طبعا عجب حماده قوي. ليه؟ حط عليه بصل وطماطم كده وفص ثوم وفلفل اسود وشويه كمون وكزبره، ومحيقاه ومخليه طعمه حلو جدا. فهو ما بياكلش فراخ اصلا. اكتشفت النهارده ان لما لقى الصدر معمول بنفس الطريقه عجبه جدا. بصوا، عمال يعاند يحط رجله على الصينيه، مش عارفه يعمل ايه، مش عايز يسكت ابدا. فالمهم انا جبت الصينيه وانا قاعده كده، كل شويه بنقله حته فرخه واداله في بقه، انقله حته فرخه. مبسوط، كان بيرقص في الوقت ده، بس الصوره مهزه شويه. هو كان عمال ياخد حته تعجبه فيرقص، كل ما ياخد حته تعجبه يرقص تاني. بصوا. فكويس ان هي عجبته اصلا. بصوا شايفين بدأت ان انا حطيت طبقة المكرونة وحطيت عليها طبقة بشاميل. البشاميل طلع شوية شوية طلع شوية قليل معايا. ما كفاش الطبقة اللي فوق كلها. مع اني انا حاطة كيلو وربع من اللبن الجمسي اللي هو بخيره. وحاطة حوالي كيلو او لتر من الشوربة. المهم ايه ده؟ مش بصوا بعاند ازاي، بحط رجلي على الصينيه. يا ابني شيل ايه رجلك؟ لا يا عاند يا ابني شيل رجلك، مفيش فايده تجيبيه من شمال. هو عايز يحط رجلي على الصينيه وخلاص عندي، عشان عارف ان انا اتضايقت من الحاجه دي. طب اضربه الواد ده ولا اعمل فيه ايه؟ مفيش فايده. بصوا
وكل شويه بتجيب رجله وعايز يحطها على فالمهم الحمد لله خلصت الصينيه رصيتها بعد طبعا معاناه. طب انا ما عملتش في المطبخ ليه؟ لان المطبخ عندي ضيق جدا جدا، وده ماسك لي قبح شيليني قبح عايز يتشال وهو واقف. بص بقى، عملت سلطه المكرونه، عملت صدر اللي هو صدر فرخه كامل يعني نصين، وشويه بشاميل اهو. عملت ايه؟ جبت بيضتين. البيض يعني ممكن ما تستغنى عنه تماما، مش لازم ومش ضروري، بس انا حطاه كقيمه غذائيه بس بروتين عالي شويه في صينيه المكرونه. وبدات ان انا احطه زي ما انتم شايفين كده. اقسم البشاميل احطه على المكرونه كلها من فوق زي ما انتم شايفين، بس كان قليل شويه، كان عايز حبه كمان على الوش كده، او كان عايز يتقل شويه على الوش. بس بصراحه انا كنت مستعجله قوي، وما كنتش عامله حساب ان انا هعمل مكرونه النهارده اصلا. ده الموضوع جه فجاه كده. بصوا كانت عايزه طبقه تانية. المهم معايا جبن كده، هحط جبن معايا على الوش كده. معايا جبنه موتزاريلا وعندي جبنه رومي. هحط من ده شويه ومن ده شويه. بس شفتوا الواد مبهدلني ازاي؟ والله مبهدلني بجد. كمان عندي ملوخيه. فالمهم الحمد لله خلصتها على خير. نطلع على السطوح بقى نشوف هنعمل ايه. رشيت عليها طبقه جبنه فوق كده موتزاريلا، بس الجبنه كانت ماسكه. طيب يا رؤى حاضر. الجبنه كانت ماسكه كده. هاتيلي يا رؤى البيضه اللي جوه وهاتيلي كيسه احط لها طبق. المهم ايه، خلاص بدأت كده اهو. رشيت زي ما انتم شايفين كده الجبنه الموزاريلا على المكرونه. نطلع بقى نجمع البيض بتاعنا. والله يعني الفيديو النهارده كان نفسي او كنت عايزه اتكلم لكم عن مشروع البيض. آه بصوا مشروع البيض حلو جدا يا رؤى، ومربح جدا، وبيفك علينا حاجات كتير قوي يعني. خلاص هنحط من البيض ده. خلي البيض اللي عندك جوه. ماشي. بصوا بقى، مشروع البيض ده مربح جدا، بيفك علينا جدا. فاجي حد يشتري بيض وانا بسجل الفيديو، فاصلا كده كده كنت عايزه او كان نفسي ان انا اتكلم عن موضوع البيض ده، او الناس او الستات يعني اللي نفسهم يعملوا المشروع ده وخايفين ومترددين. والله العظيم والله العظيم من اجمل وافضل المشاريع اللي انا عملتها في حياتي. ان حتى لو الاكل غالي برضو الفراخ هتيجي الكيس يروح ارسلك في البيض. الفراخ برضو بتفك هاتيه. الفراخ برضو بتفك على الواحد ازمه كبيره قوي. لاني جربت الدقيقه ان انت تبقي في دقيقه ومستنيه 10 20 جنيه يجولك. مش هقولك بقى 100 ولا 200 ولا 300 ولا الكلام ده، لا، انت مستنيه 10 او 20 جنيه يدخلوا عليكي. وده اللي انا عشته، وكنت فعلا كنت اوقات بقعد كده مستنيه ان يدخل عليا 10 جنيه، تجيلي 10 جنيه، تجيلي 20 جنيه من بره. فالحمد لله يعني، الحمد لله رب العالمين، ربنا نولها لي. وكان عندي الفراخ دي كنت ببقى مستنيه زي ما قلت لكم ان يبقى فيها 20 جنيه جايه كده ولا 30 جنيه. انما دلوقتي الحمد لله ابقى محتاجه فلوس، فانا عندي كنز في البيت عندي اللي هو ايه الرصيد. عندي رصيد مجمد في البيت. يعني انا مثلا قاعده ما معيش فلوس دلوقتي، هعمل ايه؟ بروح واخده طبق بيض او طبقين او 3 بيض، بقوم واخداهم وبعترق بيهم المحل السوبر ماركت، او منزله على على الفيسبوك على صفحتي. استنى عشان بعدهم يا رؤى ان انا موجوده عندي بيض بلدي، ابيع لي طبق، ابيع لي طبقين، ابيع لي 3. فانا مش معايا فلوس بس انا مطمنه. واللي مطمني بقى ان انا زي ما قلت لكم عندي رصيد مجمد في استني يا رؤى انا بعد 7 اهو. 7 ايه؟ بصي ادي كده 1 2 3 كده 4، بنعدي بالاتنين. ادي كده 5 6. فانا عندي رصيد مجمد زي ما قلت لكم كده. طب اقفل افصل دقيقه واحده اعدلها البيض وارجع لكم تاني كده. طبعا وخليها تعد ونكفيها. المهم بقى ايه، في الباب وراك يا رؤى بالراحه مش تقفلي جامد. المهم انا طلعت هنا خرطت الملوخيه، كنت جايبه نص كيلو ملوخيه لقيته في السوق. ما تقفليش جامد. لقيته في السوق كده. لقيت الملوخيه في السوق ب26 جنيه الكيلو. المهم جبت نص كيلو وقلت اخرطه كده واعمله مع المكرونه بشاميل بالمره واحنا جوه. بصوا انا بحب الشغل جدا جدا جدا. انا عندي شويه الفراخ بتاعتي بتوع البيض دول بيفكوا عليا. بعمل ايه بقى في المشروع ده؟ لو انتوا حابين يعني اقول لكم ان انا ماشيه فيه ازاي، اكتبوا لي في الكومنتات. عارفين زمان والله العظيم ايام ما كان بقى ايه يعني، انا دلوقتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا كرمني والحال ما بيضيقش علينا. يعني زي الاول زمان. الاول كان الحال بيضيق جدا ايام ما اتجوزت جديد، وبعد ما اتجوزت ب10 سنين كمان. كنت دايما قاعده بقى اللي هو ايه، عايزه مثلا اجيب عدس، عايزه اجيب رز. مفيش الحال صعب جدا ومفيش فلوس. كنت اربي 15 او 20 فرخه.
وكنت استنى بقى يبقى عندي مثلا 10 بيضات، استنى لما ابيع ال10 بيضات دول. وكان البيض رخيص جدا، كان البيضة ممكن بجنيه، الخمسة ب5 جنيه كده يعني. فاستنى ابيع البيض ده، واقوم جايبه مكانه مثلا ربع كيلو عدس، جايبه مثلا اكل للفراخ، جايبه كيسين مكرونه، جايبه مثلا كيلو رز، وهكذا. بقيت والله ابيع من البيض ده واصرف اجيب اي حاجه هنعملها غدا النهارده. فده فعلا فعلا انا بحب المشروع ده. يمكن انا من اول القنوات على اليوتيوب، او اول قناه على اليوتيوب عملت فيديوهات بمشروع البيض البلدي والبيض، وكمان البيض الابيض والكلام ده كله. بصوا بقى، ان شاء الله باذن الله انا هنزل دوره فراخ يعني عشان البيض وكده، عشان الفراخ اللي عندي بدات قدامها 5 6 شهور كده، وهخرجها لان انا بخليها سنتين عندي وبعد كده خلاص. فانا يا دوب اجيب دوره دلوقتي عشان تطلع لي بقى بعد 5 6 شهور كده، اكون ان شاء الله 4 شهور تكون بشرت عندي بالبيض، والتانيين استغنى عنهم يعني. طيب، الناس بقى بتقول طب انا نفسي اعمل مشروع، طب هو بتكلف اكل. بصوا برضو مهما كان احنا ما بنكلفش زي المزارع. يعني احنا ما بناكلش علف صافي، ما بنديش بروتين، ما بنديش املاح كتير، ما بنديش فيتامينات، ما بنديش بروتين. ما بن... احنا على قد ما احنا برضو بنربي تربيه بيتي، مش زي تربيه المزارع خالص. تمام. فربنا بيفكها عنا من المشروع ده. يعني انت لو عندك مثلا الحال بيضيع عليك شويه وعندك مكان استغليه في مشروع الفراخ البلدي. ناس هتقولي طب هي مكسبها بيبقى ضعيف. حتى لو مكسبها ضعيف، فبتفك على الواحد كل يوم. يعني بصوا مثلا الفراخ البيضة بيبقى مكسبها حلو جدا في الدورة. لو عندك مكان برضو ممكن تعمليه كمشروع، بس انا باخد الفلوس في الدورة اللي هي دفعة واحدة، وبعد كده بيطلع لها 1000 باب وبتتصرف وخلاص. لكن ده كل يوم بلاقي، كل يوم بيبقى موجود عندي. فده بقى بيبقى فلوس في ايدك كل يوم. لو قليله زي ما قلت لك 20 30 جنيه، فانت برضو ايه، في فلوس في ايدك كل يوم. يعني ما اي حد فينا بيتزنق وبيبقى واقف كده الحال معاه، ويبص فجاه كده يبقى محتاج لو 10 جنيه، والله العظيم لو 10 جنيه. فبصوا احيانا بقى بتزنق، اللي هو مثلا ابني رايح الدرس ومعيش مثلا اديله مصروفه 20 جنيه، فاقول له طب خد ب20 جنيه بيض اهم، واديهم المحل مثلا، وخد ال20 وروح بيها الدرس بتاعك، وهكذا. يعني والله كتير كتير قوي. ابقى محتاجه بامبرز مثلا للولد الصغير حماده، اروح بعت معاه الفلوس بتاعت البامبرز، مش الفلوس، اروح بعت معاها بيض مثلا واجيب بامبرز مكانه، اجيب شاي، اجيب سكر، اجيب اي حاجه، ابيع طبق البيض مثلا واحطه في اكل احطه في اكل الطيور. ابيع طبق البيض مثلا واحطه، اجيب بيه مثلا حاجه في البيت لازمني مثلا. والله عارفين اقول لكم حاجه، كنت جايبه ادوات منزليه اللي هي الاطباق البلاستيك والشفاشق والحاجات دي من حد يعني. فبقيت يعني مثلا جبت منها حاجات ب500 جنيه، ماشي، اللي هي حاجات كانت لازمه لي، معالق، اطباق بلاستيك، حاجات كده. المهم بقت كل يعني بقول لها مثلا كل كام يوم هبعت لك فلوس. المهم ايه، تيجي تقول لي طب انت مش عندك بيت بلدي، اقول لها، تقول لي طب ما تجيبي لي بيت بلدي مثلا، سديني بالفلوس بيت بلدي، اقول لها خلاص. تقول لي انا مش عايزه فلوس، ابقي سدي بيهم بيض، لما يبقى عندك بيض اديني بيهم. فاجي كل اسبوع مثلا اقوم بعت لها طبق بيض، الاقي نفسي على 5 6 اسابيع سديت الفلوس وخلاص، تسدوا بيض ما دفعتش فلوس. وهي تيجي تقولي لا خلاص انا مش واخده فلوس، بالله عليكي يبقى هاتيلي بيض اول ما يتوفر عندك. فخلاص بصوا شايفين شكل المكرونه اهي بقت ذهبي وحلوه جدا، بس احطها ناحيه صغيره، وبقشر توم، وخرطت الملوخيه وخليتها زي الفل اهي. خدت الملوخيه ونزلت تحت، لقيت مين مقابلني في وشي، لقيت الصغير ده مقابلني في وشي. رايح فين يا ابني؟ كان بهدل نفسه بقى تحت وبهدل نفسه، غيرت له هدومه كلها زي ما انتم شايفين كده، وطلع على فوق. انت رايح فين؟ لا انا طالع فوق. بصوا بصوا، انا ما كنتش بقى موجوده في الوقت ده، انا خدت الملوخيه ونزلت، كنت حاطه الشوربه على النار تحت، ونزلت بقى لان الهواء كان شديد فوق، ما كانش ينفع اعملها فوق او اشغل النار من فوق. فقلت ما انزل اعمل شويه عصير، وانت يا رؤى طلعت لي، فقلت لها يا رؤى افتحي. بصوا يا عيني مش عارفه تفتح، انا لسه شايفه المقطع ده دلوقتي والله العظيم وانا بسجل. روعة مش عارفه تفتح الباب منه، وعماله تجري وراه تجيبه من هنا وتجري وراه تجيبه من هنا، وشغلت يعني الكاميرا. قالت لي يا ماما انا عملت لك الروتين وانا فاتحه على الفراخ وباكلهم. فما شفتوش والله العظيم الا دلوقتي معاكم. بصوا بقى كل شويه تجري ورا ولا يعني تعبها ازاي. وراحت بصوا تقول له اقعد هنا. ايه العالم دي؟ اقعد هنا، هو مش عايز يقعد، هو مين مش بيقعد ده؟ المهم طلع حافي وحالته حاله، وحاطه له كرسي اهو بتقعده، وتقول له اقعد هنا. ايه يا ميدا؟ بصوا وتقول له هي ميدا الفراخ طلعت، عماله يا عيني دايخه ومش عارفه تعمل ايه ولا عارفه تتصرف ازاي.
منه. المهم بقى ايه، طلعت لقيتها يعني قاعده محتاسه كده ومش عارفه تعمل ايه ولا عارفه تتصرف منه. بصوا بقى، الجو كان ساقع جدا والهواء كان شديد. طلعت يعني نزلتها ولميت انا البيض بتاع الفراخ كده، قلت لها انزلي يا رؤى خدي معاكي اي حاجه وانزلي. الجو كان ساقع جدا جدا. نزلت عملت الملوخيه ولقيت نفسي بردانه، رحت لبست بقى الايه العبايه اللي عامله زي البطانيه دي. انا ما اعرفش الجو هيبرد، مش عارفه اصلا في العيد العيال هتلبس ايه، نص كم ولا كم ولا ايه ظروفهم. المهم رحت كده لقيت فيه خير ما شاء الله. والله وانا بكلمكم وانا بصور الفيديو ما كنت بعمل ملوخيه تحت، لقيت واحده واقفه بتقول لي انا سوبر ماركت يعني محل وكده، وعايزه بقاله يعني، وعايزه 5 اطباق بيض من عندك وكده، عشان الناس بيقولوا ان البيض عندك طازه وما شاء الله البيض كويس وحلو وكده. فقلت اجيب منك مثلا 5 اطباق ولا حاجه ابيعهم في المحل وارزق فيهم وتريحيني. قلت لها طالما انتي بتاكلي عيش اريحك طبعا، لازم يعني نساهم معاكي في رزقك يعني، ربنا يرزقك يا رب بالخير. جمعت البيض وسرعت لكم الفيديو معلش عشان ما يطولش عليكم اكتر من كده. جمعت البيض وخرجت اهو. وقلت بقى ايه، احاول ان انا يعني اطلع ال5 اطباق للست كده في كرتونه ولا حاجه. عايزه اقول لكم ان انا ببيع البيض البلدي زي البيض الابيض، كله سعر واحد وكله اكل واحد وكله ما شاء الله حجم واحد وزي الفل. جبت لها الاطباق بتاعتها ونزلت بقى على تحت اهو على البيت. دي المكرونه بتاعتي اهي، وعملت الملوخيه على السريع، وكان المغرب بيأذن طبعا ساعه المغرب دي. ساعة المغرب دي عايزة اقول لكم ان كل الدنيا بتتكركب على دماغي. بلاقي المطبخ اللي انا مخليه زي الفل وطبخه فوق عشان ما بهدلش المطبخ وكل حاجة بتتكركب. اقول لكم ليه؟ لان انا ببقى بغرف في الاكل لوحدي والولاد واقفين ورايا، اللي يبهدل واللي يشد واللي يعمل. بقوم